صلاة الوتر إذا طلع الفجر فات وقتها. قضاؤها أن تشفع، يعني إذا أردت أن تقضي صلاة الوتر إن فاتتك أن تشفع الركعة، كما جاء في حديث مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. تصلي بالنهار إنما تشفع صلاة الوتر، لا تصليها وترا، إنما تصلي ركعتين. تصلي صلاة الضحى. تعد أيضا صلاتك هذه قضاء.